لو هتكلم بقى على طول شهر رمضان واكل وحلويات وكوم وكحك العيد ونواعم العيد كوم تاني. بصوا بقى، ايام زمان بفتكرها بيها على قد ما هو متعب، على قد ما انا بستمتع بعمايله. بصوا بقى الذوبان دايب دايب دوب. بصوا بت- بصوا عامل ازاي. عشان كده انا قلت لكم لو انتوا عايزينه دايب كده قوي حطوا له 600 جرام سمنه، عايزينه ماسك نفسه حطوا له 550 جرام سمنه للكيلو الدقيق. تعالوا بقى نروح للمقادير. هنا جايبه انا عامله كيلو ونص من الدقيق كحك. مقدار السمنه على كل كيلو من 550 جرام سمنه، ده الوزن المظبوط. اللي عايزاه ناعم قوي 600 جرام سمنه للكيلو، فانا معايره 900 جرام للكيلو ونص. بس خدوا بالكم وانتوا بتعملوا الكحك ممكن تلاقوه بيلزق في ايدكم شويه عشان خاطر السمنه زايده على المحتاج، يعني عشان يطلع ناعم قوي. عايزاه يطلع مظبوط 550 للكيلو. حطيت السمنة لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ او في التلاجة. حطيت 3 معالق سكر على الكيلو ونص ونضربهم مع بعض. بعد كده نزلت على النص كيلو دوت الدقيق 3 معالق سمسم محمص، ونص معلقة بيكنج باودر، وديت نص معلقة محلب. اللي عايز يحط ده اختياري يحط. وبعد كده ريحة الكحك معلقة كبيرة، دي نص وادي النص التاني. بعد كده هحط بقى نص معلقة سكر، وهحط معلقة ونص خميرة. هختبرهم طبعا بمية ايه دافية. كنت خايفة من الخميرة ديت بصراحة، بس ايه الراجل اللي بعالي قال لي خديها وعلى ضمانتي لانها سايبة. وهسيبها اختبرها على جنب كده وهقلبها كويس قوي. وبعد كده اغطيها. طبعا انا هنزل كل اللي في المعلقة لان كل المقادير على الشعرة، يعني واخداها على الشعرة، فمش مش هخلي حاجة في يعني في المعلقة في طرف المعلقة. فعشان كده انا بنزلهم بايدي. وبعد كده هاخد اللي على طرف الكوباية ديت هنزلها واغطيها بقى. هسيبها تختمر. بعد كده ادي السمنه ايه، بصوا عملت زي الكريمه. هنزل بقى بنص الدقيق، بنص كيلو الدقيق اللي انا حاطه فيه الاضافات الجافه كلها. بعد كده هحط الكف وهنزل بيه كده اهوت. وهفتح العجانه يعني على الدرجه السرعه الاولى بالراحه عشان خاطر الدقيق ما يطلعش لبره. واللي طبعا بتعمل بايديها هتشتغل عادي، لكن انا في العجانه. وبعد كده بقى اروح نازله بالكيلو الدقيق التاني شويه بشويه. يا بنات، اللي عايز المقدار السمنه مظبوطه قوي 550 من السمنه للكيلو الدقيق. لكن اللي عايزها دايب دوب كده اهوت وهتلاقيها بتلزق في ايديكم هتبقى 600 جرام. هنزل بقى بالمعلقه الاطراف دي كلها. وبعدين بعد ما انزل بالمعلقه اروح حطيت الغطا بتاع العجان عشان بيطلع بره. وبعد كده بقى هنزل ايه بالخميره. انا قلت لكم الخميره انا كنت خايفه منها، لكن طلعت فعلا جميله وخمرت بسرعه ومفيش يعني دقيقه خمرت بسرعه ونزلت من الكوبايه. انا كنت حاطه في الخميره ربع كوبايه ميه.
دافية. هنزل بيهم بقى كلها على عجينة الكحك، وهجيب نص كوباية مية كمان في نفس الكوباية الخميرة، وهنزل بيهم. يبقى كده خدت ايه؟ خد معايا كوباية مية. وحسب طبعا نوع الدقيق بتاعكم، انا جايبة متعدد الاغراض. وهنزل بقى وهضرب شوية كمان. وبعد كده هختبرها، لو ما شققتش منكم تبقى العجينة خلاص بقت كويسة. شققت تبقى محتاجة شوية مية كمان، بق ما تزودوش عن بق. وتضربوه. بعد كده هجيب عين جمل وملبل، وهشتغل بالعين الجمل والملبل. واختبرت بقى واحدتين عشان انا هنزل في الفرن السنه دي. انا كل سنه بعمل في البيت، بس انا الصراحه السنه دي مش قادره اقف على رجلي خالص، هعمل في الفرن. بس انا اختبرت 2 عندي قبل ما انزلهم الفرن.